ازاي بيعمل مقارنات قبل ما يجي يعمل نوعين لبس. الحاجه الثانيه ان طبيعه العميل نفسه اتغيرت. احنا كمان 5 سنين تقريبا هنبقى بنبيع جينز اللي هو اصلا حياته كلها تكنولوجي، ما بيعرفش يتعامل التعامل اللي احنا كنا بنتعامل بيه زمان. عشان كده الماركتنج لازم وهو بيخاطب الكلاينت يخاطبه بالطريقه اللي هو بيفهمها، بالطريقه اللي هو عايش بيها. هو مش عايز يجي يعمل معين، هو عايز وهو قاعد في شركته او مكتبه او في بيته يشوف البرودكت، يعرف كل حاجه عنه زي ما شفنا دلوقتي دي. انا ايه اللي يخليني انزل واخد بقى يوم اجازه واروح مطور شركته عشان اعرف المنتج؟ لا، انا ممكن وانا قاعد في مكتبي اعمل محادثه مع اي اعرف كل التفاصيل، اقدر اشوف الفيديوهات من خلال الفي ار، اقدر اعمل معاينه حقيقيه كاني في المشروع بالظبط. فالتكنولوجي غيرنا تماما ان الماركتنج لازم يغير طريقه التعامل مع العملاء. تمام، ميرسي لحضرتك. مهندس اسحاق ارجع لك مره ثانيه وحابه اسال حضرتك ايه اللي محتاج له المطور من السوق العقاري او من التسويق؟ انا بس الكلمه الاهم اللي شايفها اتفضل. ان كل المطورين بيعملوا ماركتنج، وكل المطورين بيعملوا اقصى ما عندهم، واللي درسوه واللي سمعوه واللي اتعلموه من الخبره بيعملوه، لكن النتيجه بتكون حاجه من الاثنين، يا اما التسويق ده والماركتنج جاب نتيجه ايجابيه او عمل كل حاجه والنتيجه صفر. طيب ايه اللي اقدر اقوله من واقع اختبار وتجربه حقيقيه عشتها؟ ان احنا لازم نفهم طبيعه العميل اللي احنا بنتعامل معاه. احنا الشعب المصري شعب عاطفي جدا. رقم اثنين، الناس من كتر ما جربت تجارب بكلام قوي، بكلام عظيم في الماركتنج وعلى ارض ايدوه كلام غير حقيقي، ففي نسبه كبيره من عدم تصديق الماركتنج مهما كان قوي ومهما كان ذكي ومهما كان مبهر ومهما كان نقول له هغيرك الجوله نزلت في البحر واعمل ايه؟ معجزات. طب نغير ده ازاي؟ نغير ازاي؟ بس احنا كمطورين نتغير. لا نبالغ في الماركتنج. رقم واحد، احنا كمطورين نكون امنا على العملاء في طرح حقائق المنتج بتاعنا. يعني انا ما يكونش عندي منتج حقيقه اللي انا هسلمه للعميل 5 من 10 وانا هقول له هسلمك منتج ب20 نقطه، انا بضحك على نفسي وبضحك على العميل. العميل لو شاف مطور بيقول كلام غير حقيقي وباع له بيعه غير حقيقيه وقت الاستلام لقي كلام مش مظبوط، فقد الثقه مش في هذا المطور فقط، بهذا المطور واخرين. فلازم احنا كمطورين نكون امنا في طرح الحقائق، وامنا في طرح وحقيقه المنتج بتاعي. لو لاحظت حضرتك كل الماركتنج بيتكلم عن المشاريع، انا مشروعي احسن لوكيشن، وانا مشروعي احسن تصميم، وانا مشروعي احسن سعر. امال مين اللي عنده لوكيشن مش مميز؟ امال مين اللي سعره مش مميز؟ مين تصميمه مش مميز؟ دي بنسيبها للعميل يتصدم يوم الاستلام. فاحنا لازم نكون امنا نطرح المنتج الحقيقي بمواصفات حقيقيه بسعر حقيقي، ويجي العميل المناسب لهذا المنتج يشتريه. واذا وجد العميل ان المنتج مناسب بسعر مناسب هيحترمني. فاذا المشكله مش مشكله ماركتنج، لان كله بيبقى قيسي كل الحاجات اللي بتنزل هتلاقيها موحده. لكن الحقيقه بتقول احنا محتاجين نكون امنا في الطرح، لان العميل النهارده لو لقي الطرح حقيقي ومنطقي يتماشى مع العقل والمنطق هيصدقوا ويشتروا منه. فانا ده النقطه اللي حابب اقولها لنفسي ولكل الناس، الامانه في الطرح. تمام. مهندس تامر بكير، حضرتك المفروض سمعت كلام باشمهندس اسحاق، ولكن انا دايما بقول مش كلامي، هو كلام اللي قبلنا كمان، لولا اختلاف الاراء لورد سلع. وده معناه ان كل مشروع هو مميز من وجهه نظر احتياج العميل نفسه، العميل يختلف عن الاخر. تمام؟ ولكن انا هنا بتميز، انا شايفه ان اللي بيستمر هو المتميز في اللي بيقدمه، ويمكن ده اللي جمع ما بين محمد الحسيني في الجزئيه ان هو دايما بيضيف للسوق العقاري. ما اعتمدش مثلا على المشروع المهم في الفرايتي فيه او كل حاجه متوقف ان احنا اضاف كل حاجه هو بيعملها. حضرتك شايف ايه الاهميه كل اللي بيحصل ده؟ يعني طبعا الاجابه بتاعت مهندس اسحاق اجابه متميزه، بس اللي بنضيف عليها برضو
اللي احنا موجودين فيه النهارده. احنا النهارده شايفين الفروق ما بين الشركات هي فروق في الدراسات التسويقيه في المنتج اللي بتقدمه. المنتج زي ما احنا طلعنا النهارده مبادره كرييتيف مايندز، هو اللي احنا هدفنا ان الشباب يبداوا يفكروا خارج الصندوق. وهو الابتكار كان في الدول كلها جاي من افكار جريئه. يعني ستيف جوبز لما طلع الايفون كان قبليه كان النوكيا 8600. يعني كنا مبسوطين جدا بالنوكيا، وبعدين بقينا مبسوطين بالبلاك بيري، واللي بيبقى شايل البلاك بيري كان مبسوط بيه. واول ما الايفون طلع قال طب الموبايل ده هيتكسر، هيكون مش قشطه. كلنا يعني احنا مش بنتكلم على حاجه من زمان بعيد. بعد كده بقت دي هي الفكره الاساسيه اللي موجوده في التسويق. انت لازم تنزل بافكار جديده، بس الافكار تبقى متناسبه مع السوق. وده اللي خلانا ان احنا نطرح المسابقه بتاعتنا النهارده لكل الشباب وكل الموجودين وحتى الغير متخصصين اللي هو عنده فكره جديده تعالى قدمها، واحنا هندرس الفكره وهناخد الفكره ننزلها للسوق وهنقدر نعمل لها ابلكيشن، وهتبقى انت نفسك باسم مشارك في المشروع ده علشان نحفز ان السوق يتحرك. السوق مش هيتحرك الا بالافكار الجديده، السوق مش هيتحرك غير بدماء جديده تبدا يبقى عندها موتيفيشن اللي هي تنزل وتعمل شغل متميز في السوق. ومش عايز اقول زي البلاد الثانيه، لا احنا عندنا قدره ان احنا نوصل اكتر واحسن من كل البلاد الموجوده. بناء عليه انا شايف ان التسويق زي ما الباشمهندس اسحاق قال ان يبقى فيه مصداقيه، وان يبقى فيه نوع من انواع الكرياتيفيتي، القيمه المضافه اللي انت بتضيفها. التسويق بيقول لك دونت ميك ا ديماند، ما تخلقش ديماند في السوق. انت بتدرس السوق بتاعك صح، بتبدا تعرف اذا كان في منتجات مطلوبه في السوق وما بتقلدش. مع الاسف احنا دلوقتي الموضه النهارده ايه يا جماعه؟ الموضه النهارده التجاري، يلا كلنا نعمل تجاري. الموضه النهارده الفندق، يلا كلنا نعمل فندق. اللونش النهارده ايه؟ النهارده عمرو دياب موجود، يلا كلنا نجيب عمرو دياب. يعني انا قصدي يا جماعه السوق خلاص في شيفت، وانا بضم صوتي لصوت زملائي ان يبقى في تغير حقيقي في المنتج اللي بينزل لسوق العقار. هو ده فكرة جميلة جدا جدا، واعتقد ان هي بتكمل هدف اليوم. بناء على ان احنا بنتكلم في حدث اليوم النهارده، بنتكلم مع المهندس محمد صلاح، وعايزه حضرتك تكلمني عن شركه حضرتك النهارده بشكل خاص وبشكل عام شركه في هذا الحدث. هو المايك شغال؟ عايزه اعرف راي حضرتك في مشاركتك النهارده في حدث اليوم، الحدث اللي محمد الحسيني طبعا حفظ الالقاب بينفذه، وشايف اهميته ايه في هذا التوقيت، خاصه ان في لبكه زي ما الباشمهندس اتكلم وقال ان كل يلا نطلع موضه يلا نطلع موضه، والتجاري الاداري السكني. عايزه اعرف حضرتك شايف اهميه هذا الحدث. اللي هو تمام كل التشالنجز اللي في ايدك. السوق المصري بشكل عام هو سوق فيه منافسه عاليه كتير على ارض الواقع، وبالتالي لازم نستخدم نوع من انواع التوعيه اللي تدي للشباب ان هم ازاي يبتدي يشتغل في المجال بتاعهم. طبعا انا اتفق جدا مع المهندس اسحاق في موضوع المصداقيه في طرح المشاريع، لكن ككور ده كنوع من الايفنتس اللي بالشكل ده بيتعمل. اول حاجه انت الموجود عندك اللي موجود تقريبا 3/4 الشباب هو الشباب النيو اللي داخل جديد الماركت، يعني كله تقريبا جين زي. يعني لو احنا مش الموضوع 3/4 اللي موجود جين زي، يعني هو ده اللي داخل قدام. اللي داخل قدام ده لازم يكون عارف الفايندنجز اللي موجوده في الماركت دي. فنوعيه المشاريع اللي زي كده اللي احنا موجودين فيها هي اللي هتعرف الشباب ممكن في وقت قليل جدا. يعني هو كده قعد معاكم يوم بس خد كميه معلومات كبيره جدا، عنده نولج دلوقتي على تقريبا يعني شركات بحجم كويس جدا في الماركت. انتم مركزين على الجزء بتاع الماركتنج اللي موجود في الريل استيت، يعني انتم جايبين دلوقتي اكبر مجال اللي هو الريل استيت، واخر
القسم اللي هو الماركتنج وجايين تتكلموا عليه. وجايين تتكلموا مع الشباب اللي هم هيدخلوا فيه وهم اللي هيبدوا لي اللي هم الحاضر وكمان المستقبل. بالظبط كده، هم اللي داخلين على اللي قدام وهم اللي هيبتدوا يأسسوا. فبالتالي هو لازم يكون عنده النولج الكفايه في طبيعه المعلومات اللي موجوده في الماركت، سواء شركات سواء طبيعه المجال، استخدام التكنولوجي زي ما حضرتك تفضلت في الاول واتكلمت عليه. فكل ده في طبيعه المشاريع اللي زي كده بالعكس، يعني انا لو مقرر في طبيعه مشروع زي كده اكرر مرتين او ثلاثه في السنه، تجيبوا شباب جديده انت كده يعني بتبنوا تقريبا جنريشن كامل داخلين بيه عنده النولج الكفايه اللي يدخل بيها، عنده التول اللي يقدر يستخدمها في ان هو يشتغل في المجال بتاع الريل استيت. وكمان بخلاف مجال الريل استيت هو يقدر يستخدم التول ديت في اي حاجه ثانيه هو يقدر يشتغل فيها في البيزنس يعني. بالعكس انا يعني اشجعكم جدا على ايفنت زي كده، ولو تعرفوا تعملوه كمان فيرجن. انا كنت لسه هطلب الطلب ده من الحسيني واقول له هو سابنا ولا ايه؟ كنت هطلب الطلب ده واقول له انت كده بقى العبء عليك اتقل، ومطلوب منك ان انت كل شهر تقريبا تقيم هذا الايفنت لوجود المشاركين سواء من المتسابقين وايضا المتدربين بالنسبه للدورات التدريبيه اللي هو بيعملها. مظبوط، ويا ريت كمان محافظات ثانيه ممكن يظبطوها. يعني عندك في محافظات ثانيه اسكندريه او غيرها اكيد الشباب مش عارفين، فانتوا ممكن تروحوا. بالعكس من نوعيه المشاريع اللي زي كده انا بشجعها جدا. على فكره انت كده زودت بقى الايه العبء على الحسيني، انت بتقول له لا مش تبقى موجود في القاهره فقط، ولكن بقى مطلوب منك ان انت تتجول في المحافظات علشان هذا الايفنت تقيمه بهذا الشكل الرائع والناجح ان شاء الله. حسين هيتبسط. المهندس ابراهيم الفقي هرجع لحضرتك وعايزه حضرتك تكلمني، عايزه اللي موجودين معانا يستفيدوا ايضا بهذا الحديث عن احتياج المطور في هذا التوقيت بعد هذه الايفنتات التي تقام في السوق العقاري، احتياجاته ايه تحديدا؟ بصي هو زي ما انت ايه التفكير العميق ده؟ احتياجات المطور بعد الايفنت كده بالظبط. هو احتياج المطور ان هو دايما يجدد في الماركتنج بتاعه، ويجدد في الخطاب، ويجدد في الوسائل اللي بيستخدمها. زي ما احنا قلنا في البدايه ان التكنولوجيا اتفرضت علينا كلنا. دلوقتي مثلا عندك ان في نوع من انواع البيع بدا يدخل في مصر اللي هو البروبتك، ان اصلا العميل بيشتري اللي هو ايه؟ بروبتك، ان العميل بيشتري الوحده اصلا بيشتريها بشكل الكتروني، مش بيشتريها عن طريق حتى الكونتراكت كله هيبقى الكتروني. وبدا يتم الاعتراف بده في مصر. وفي اظن ان انا قريت من فتره ان في حكم المحكمه قالت ان هو بيتم الاعتراف بالعقد الالكتروني وزيه زي العقد العادي. ده يعتبر مساعد. فالمطور زي ما قلت لك يعني ان كده او عاجلا لازم يغير طريقه التعامل مع الكلاينت بتغير طبيعه الكلاينت. مرجوعي للمهندس وائل رمضان، حاسه ان حضرتك منتظر سؤال. هو انا ممكن اضيف يعني طبعا احنا سوق العقار يعني بفضل الله في توسع كبير جدا، واتجاه الدوله اصلا ان احنا نزود النسبه البنائيه والقطعه السكنيه، بدليل ان احنا اصلا كانت رؤيه الدوله 2030 ان احنا نوصل ل 14% واحنا دلوقتي 14.6%. فيعني هي فرصه جيده لكل الشباب الموجوده. السوق بيتوسع، فبالتالي هو محتاج كوادر جديده تبقى موجوده. كل واحد محتاج كل المعلومات اللي هو سمعها من كل الافاضل اللي موجودين على مدار اليوم يعني يرتبها ويشوف مدى نقاط القوه اللي موجوده فيه، ويشوف ازاي يأهل نفسه بالدراسه، لان زي ما احنا قلنا هو السوق عشان تكون مميز فيه لازم تكون بتدرس اللي انت بتعمله تمام، ودايما بتواكب التطور. زي ما كنا بنتكلم دلوقتي على التكنولوجيا، لو انا مش بواكب التطور مش هقدر استمر. فلازم تبقى انت استفدت حاجه، كلهم اكيد هيبقوا تخصصات مختلفه، لان التسويق عندنا يعني في حاجات مهمه جدا ومتنوعه. شوف انت قادر على ايه تطور فيه عشان تبقى مبدع، فتقدر تشارك في القطاع العقاري. لو انت ترجت ان انت تشتغل في القطاع العقاري يبقى وجودك ذو اضافه، لان السوق بيتوسع ومحتاج كوادر باستمرار. كلنا بنعاني ساعه التعيينات،
يعني كلنا عندنا مشكله في التعيينات في كل القطاعات، مش بس في التسويق ومبيعات وخدمه عملاء، كل الادارات بتحتاج. ليه؟ النهارده حجم الشركات وحجم المشروعات اللي بقت معروضه كبيره جدا، وبالتالي في كل يوم شركات جديده بتحتاج قوه عامله، فكونوا جزء من النجاح ان شاء الله. استفادوا بكل اللي انتم سمعتوه، ويعني اتمنى ليهم التوفيق باذن الله ان هم يكونوا فعلا كل واحد استفاد وركز النهارده هو كان هدفه ايه وهو جاي الايفنت، وبعد ما خرج من الايفنت ايه اللي انت استفدت على مدار اليوم، وايه البلان اللي انت هتحطها لنفسك عشان تبقى جزء من قصه نجاح جايه. هو ده سؤال انا عايزه اخد اجابته من حضراتكم جميعا كل بشخصه، وهو دور او اهميه مشاركته في هذا الحدث اليوم. وان شاء الله ان شاء الله انا عايزه اسمع اجابه ما يجيش فيها نفي، وهو تكرار المشاركه. البصه دي كمان احنا دورنا كل شركات التطوير والاخوه الافاضل اللي موجودين مع حضرتك دلوقتي، وكل اللي مش موجودين في القطاع العقاري، احنا عندنا جزء دايما مشاركه اجتماعيه، وده جزء من المشاركه الاجتماعيه اللي احنا بنقدر ان احنا نقدمها لاولادنا واخواتنا واصدقائنا اللي موجودين في السوق، ان احنا نكون جزء. يعني ده اصلا يعني مسؤوليه علينا ان احنا نكون جزء من هذا الحدث عشان نقدر نفيد جيل جديد يبقى هو البدايه لانطلاقه اكبر. كلنا هنستفاد من وجودهم، لما يكونوا مميزين اكيد هيفرق علينا. يعني زي ما احنا كنا لسه بنقول دراسه الجدوى والمواصفات التسويقيه لو مظبوطه يبقى انا هقدر ابقى محقق نجاح وانا مطمئن كمطور عقاري. فانا محتاج مبدعين ويبقوا بيتطوروا وبيشتغلوا على نفسهم، فبالتالي هيقدر يستفاد كل يوم ويضيف لي في المكان اللي هو متواجد فيه. فلما يضيف لي انا هقدر احقق نجاحات واكبر، وهو هيكبر والسوق يكبر وهكذا. هي دي الدوره الطبيعيه. يعني اتمنى لهم التوفيق وان شاء الله يكون يوم مثمر ليهم جميعا باذن الله. الحقيقه المهندس وائل رمضان هو صعب عليكم المهمه لانه دائما لديه الافاده، ولكن ده مش هيخليني اتنازل ان انا اسمع راي حضراتكم جميعا. زي ما باشمهندس وائل رمضان قال، كل الشركات لازم يكون عندها اهتمام بالعمل المجتمعي. احنا بالفعل بنرتب مع الحسيني وكنا بدانا الكلام قبل الايفنت من يومين ان احنا نعمل ايفنت مشابه للاقاليم، وبدانا معاه بمدينه المنصوره، وان شاء الله هيكون في ايفنت قريب ممكن بعد رمضان على طول في مدينه المنصوره ان شاء الله. ان شاء الله. وحضرتك حرقت لي السؤال الاخير بعد ما اسمع وجهات النظر، ولكن مصره برضه ان انا اسال بس بعد ما اكمل وجهات النظر. مهندس تامر. هو بالنسبه للاستثمار وبالنسبه للحسيني وبالنسبه للافكار الغير تقليديه والافكار المتجدده باستمرار، احنا دايما هدفنا ان احنا نشارك معاه، واحنا شايفين ان ده منصه كويسه للتشجيع على الابداع من كل الناس، مش لازم نتكلم عن الماركتينج بس. الابداع ممكن يكون في دراسات ماليه، في دراسات تسويقيه، في حاجات ليها علاقه بالهيومن ريسورسز او بالانجينيرنج. انا شايف الاتجاه اللي بياخده الحسيني واثمار هو اتجاه صح، لان كل شويه ممكن الافكار الغير تقليديه تقابل بالرفض شويه، تقابل لا ما تخليك في الافكار العاديه اللي احنا جربناها قبل كده. الافكار المتجدده باستمرار دايما الناس بيبقى عندها حاجه اسمها ريزيستنت للتغيير، متحفظ شويه، بيكون متحفظ. بيكون احنا مش عايزين تغيير، الناس كلها عايزه كومفورت زون، عايزه زي ما شفناهم بيعملوا احنا هنشتغل، زي ما شفنا ما هي دي نجحت يبقى نمشي زيها. اللي حد يبقى عنده الشجاعه ان هو يخش على افكار مختلفه، وخصوصا لما يكون فيها CSR وخدمه مجتمعيه والعنايه بالشباب، لا انا شايف ان ده قيمه مضافه السوق محتاجها. هتلاقي ريزيستنت في بعض الاوقات، لان كله دلوقتي احنا عايزين نبيع، عايزين معارض للبيع، ان احنا نتكلم مع الشباب ونديهم مساحه اللي هم يتعلموا. زي ما حضراتكم قلتوا النهارده الوجبه دسمه جدا جدا للشباب، حقيقي. المفروض ان نخرج بقى من الوجبه دي بحاجه على الارض. لازم يبقى في عندنا ابلكيشن على الارض عشان نقدر نستفيد من الطاقات اللي موجوده والافكار اللي موجوده ونقدر نوجهها. مش عباره ان احنا نكرر
الاكسبو او نكرر المؤتمر ده مره ثانيه، لا الاستفاده منه ونعمل ابلكيشنز منه بشكل احسن. وجهه نظر المهندس محمد صلاح. انا يمكن وجهه نظري قلتها من شويه في بخصوص الموضوع، لكن لو اضيف حاجه بسيطه جدا هي ان ده يعتبر يعني استثمار في البني ادمين نفسهم، في الجيل الجديد اللي داخل. ودي يمكن يعني لو ما عملتوش حاجه غير دي، ده يعتبر فاليو كبير جدا وقوي جدا يعني. فاتمنى بس من الشباب الموجودين ان هم يطلعوا باعلى استفاده واعلى فاليو يقدروا ياخدوها وهم طالعين، سواء كان من النولج اللي طلعوا بيها او من الانيشيتيف اللي الاخوه الافاضل تفضلوا بيها من شركاتهم، يعرفوا مدى قوه استخدام التكنولوجي والاي اي زي ما الباشمهندس تفضل وشرح في التكنولوجي. انتوا تقريبا مستخدمين الاي اي وكل حاجه يعني، حتى الاعلانات ديت دوت انا مش انا ولا هذا مش انا بس هو استخدام الاي اي يعني، حتى كل الحاجات اللي موجوده استخدام الاي اي. فلو هي صوره مختلفه قوي. انا 80 يعني بس قريب جدا. فلو الشباب هيطلعوا باي حاجه من اليوم ده، يطلعوا بالنولج اللي ياخدوها، يطلعوا بقوه التكنولوجي، يعرفوا يستخدموها ازاي، هم اللي جايين. فلو انت مش هتنفست في نفسك محدش هينفست فيك. فلو هتطلع بحاجه اطلع بالفاليو اللي هتطلعها من المعلومات اللي موجوده عندك هنا، بالتولز اللي انت تستخدمها في اللي جاي، سواء انت في مجال الريل استيت او غيره. بس طبعا من الايفنت هنا للريل استيت فاحنا كان كلامنا عليه. ده نوع الايفنتس اللي موجود اللي احنا فيه ده، انا من وجهه نظري هو يعتبر استثمار في البشر نفسه، استثمار في البلد، ودي حاجه قويه جدا وفاليبل جدا. باشمهندس اسحاق. انا مبسوط باليوم ده جدا، يعني تحديدا لان الحسيني لما قال لي الاعداد قال لي جاي من سوهاج بلدي وانا سوهاجي، وجاي من المنيا ومن اسيوط، لقيت الصعايده فوق ال 150 ل 200 فرد. صعيدي؟ لا احنا الصعايده ممكن نعمل استبداد شيء صح. بس نكون متفقين ان السوق العقاري ما بقاش فيه صعيد ولا بقى فيه دلتا، وصل كل المحافظات ببعض. مصر كلها بقت سوق عقاري. ده حقيقي. الايفنت رائع. النصيحه طبعا انا بشكر الحسيني على الفكره، والحسيني صديقي وبنحكي كتير، بحس انه مهموم جدا بيعمل حاجه جديده، يعني مش بيقلد حد ولا بيعمل حاجه مكرره، فده نجاح الله وهب به الحسيني واحنا بنفتخر بيه. لكن انا كلمتي بقى للشباب بدون اي مجامله، ابتدي منين؟ من النقطه اللي انت وصلتها. النجاح يمكن دلوقتي تبص على الناس الموجودين قدامك على المنصه، شايف الناس دي ناجحين واصحاب شركات، لكن ما فيش في الناس دي واحد بدا كبير لكن كان ليه تاريخ بدايه. فانت النهارده الايفنت خليه تاريخ بدايه انك اشتغل بالادوات اللي عندك. نقطه مهمه جدا، دور على الحاجه اللي ربنا ميزك بيها وابتدي من خلالها. مفيش واحد في الموجودين ما عندوش حاجه. دور جواك ايه اللي ربنا وهبه لك، ايه الموهبه اللي عندك، ايه نقاط القوه اللي عندك، حتى ولو كانت قليله جدا، حتى ولو اللي حواليك احتقرها، حتى لو انت نفسك مش شايف حاجه في نفسك، ابتدي. ومجرد ما تبتدي وتحط رجلك على التراك ربنا هيسندك ويقويك ويوفقك، وتيجي تقول ان التاريخ ده اللي هو تاريخ 8/12/2025 كانت بدايه. انا حضرت ايفنت، سمعت كلام حفزني شجعني وابتديت. ابتدي من الدايره الضيقه بتاعتك. احنا صعايده ولما بترمي حجر في ميه بيعمل دوائر صغيره وبتكبر. الدايره الصغيره عيلتك، الدايره الاكبر بلدك، الدايره الاكبر المحافظه. ابتدي بالادوات اللي عندك، لو تسويق عقاري او مبيعات هتلاقي ناس جنبك ممكن تشتري منك. وافتكر واشتغل مش تحت شرط، تشتغل باعلى حاجه وابسط حاجه، والحاجه البسيطه من قلب مخلص وشخص امين وشخص مجتهد، ثق تماما ربنا هيديك نجاح انت نفسك مش هتبقى مصدقه. واللي قدامك دول كل واحد بيشكر ربنا ان النجاح اللي هو فيه ده حاجه من عند ربنا مش شطاره مننا. الحقيقه كلمه باشمهندس اسحاق مش كلمه في حق الماركتنج فقط، وانما قمه البوزيتيف انرجي. تمام، انا بشكر حضرتك عليها. كلمه اخيره طبعا للمهندس تامر بكير، اتفضل.
هو طبعا في بعد الكلام التحفيزي الجميل اللي انت قلته يا باشمهندس اسحاق، وطبعا يعني المهندس ابراهيم كان بيقول لي دلوقتي من شويه قولي جايزه، فاحنا عاملين مسابقه واللي انا ده بيغشش؟ هو كان بيغششني. لا احنا علشان برضو الشباب يبقوا عارفين الموتيفيشن بتاعهم في التقديم. طبعا احنا عندنا بره هتلاقي الكيو ار كود موجود لكريتيف مايندز. احنا اجمالي جوائز المسابقه للثلاثه في حدود 250,000 جنيه. ده للشباب ولاي حد سواء في الماركتينج او بره الماركتينج، مهندس او حتى محاسب شغال في سيلز في الاعمال الاداريه، مؤمن بالافكار الجديده. واحنا جايين مع الحسيني هنا علشان هو راجل مؤمن بالافكار الجديده، والاسمار هي افكار جديده، فاحنا مؤمنين ان احنا عايزين نقدم للسوق حاجه جديده. وانا بدعو الشباب بعد طبعا كلامك التحفيزي يسحبوا بقى بيه ويقدموا للمشاريع الجديده. احنا عندنا على الموقع هيبعتوا لنا البيانات بتاعتهم، احنا هنبعت لهم البريف بتاع المشروع، وهم من خلال البريف ده هيطلعوا مجرد افكار وبرزنتيشن باللي يقدروا عليه. احنا عايزين نخلي الشباب يطلع افكار جديده وما يخافش. انا بشكر حضراتكم جميعا، ولكن اسمحوا لي بالاخص دائما اشكر محمد الحسيني. استاذن حضرتك بس تشرفنا، هنقول كلمه صغيره. قاعدين نتكلم عليك بقالنا ساعه دلوقتي. محمد الحسيني شهادتي فيه مجروحه، واعتقد شهاده الجميع ايضا مجروحه. حابه اقول لك بشكل شخصي انا مروه البيلي، انت صانع حاله فريده وستظل دائما حاله فريده مبدعه تلهم الجميع في الريال استيت بالابداع. عملت النهارده حاجه مش هقول حاله فقط، وانما مساعده، ابتكار، اضافه، كل حاجه. وانا قلتها لك قبل كده بقولها لك مره ثانيه، انت صاحب الخلطه سبايسي. كفايه كده. لا تستحقها عن جدارة. انا حابه اقولها، انا كنت داخله المجال العقاري يا جماعه، اول حد انا قابلته محمد الحسيني، تمام؟ عشان هم متفقين، مش عايزه اطول عليكم، بس عايزه اقول لكم هو غير تفكيري تماما عن استعدادي ان انا اشتغل في المجال الاعلامي في المجال العقاري. خلاني اقول لا ده انا عايزه ادرس، وبعد ما قررت ان انا اعمل برنامج قعدت 7 شهور وقلت هذاكر